هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم عندنا طريقة كبة جريش سلق. هسه خلينا اللحم على النار وبدينا نقطع البصل. قطع البصل بالمحضرة. هسه بدينا نذب الزيت الزيتون على اللحم ونحمسه شوية على مود الزفرة تروح من عنده. هسه خليت عليه ليا، خليت 4 كيلو ليا وهو نص كيلو لحم. والجريش خليته شو اسمه، خليته كيلو الا. هسه عندي كركم، فلفل اسود وكركم وبهارات كبه، وعندي كمون. خليت ملح. هسه نقلب بيه على النار. هسه خليت البصل، نخلي البصل نحركه على النار شوي. هسه طلعنا العجينه، خلينا اللي اقول البرغل، خلينا الكرفس نحركه شويه. الكرفس ما نخليه يعني يستوي هيك، نحركه شويه بس على البوخه. هسه نقلب بيه احنا. خليت الملح وخليت المي الدافي عليه، تقريبا قلاصين ثلاثة مي خليت، لان انا قياسي نظريا خليت. ضفت له بعد شوية مي، قلبته. هسه نقعته شوي فد 15 دقيقة، وارجع اعجنه بيدي. هسه خليت دهن على النار، خليت بصل. هاي راح اسوي السوب مال المرق، مال المرقة مال الكبة يعني. ذبيت المي عليها. خليت بهارات كبة وكركم وفلفل اسود. خليت لها ملح. فراح يفور بين ما الف الهاي، انا صارت له نار بين ما يفور المي. انا لافت لش كم كبايه وسالقتهن، يعني مسويته مرق. هسه جاي املش بالعجينه يعني. هسه عندي شويه زنجبيل خليت للمرقه، وراح اقطع ليمون اخليها ماتين على المرقه. كلش طيبه صارت، كلش طيبه. ولحم عراقي مال عجل، خليه ضفت له شويه ليا، طلع كلش طيب. هسه خلي الزنجبيل على المرقة على السوب. فهسه بديت ألف. بديت ألف الكباية شوية، أعدلها لأن ما حد يلزمني الموبايل، فالتصوير صار هالشكل. مع اللف شوية يكون مضبوط مالتها لأنه لا تنفتح. هسه بديت ألفها زين على مود لا تنفتح بالسلق. قمنا نلف بيها. هسه صار عندي عدد، قمنا نشيل ونخلي بالمرق بالسوب. خليته بالسوب. هسه كشفناها شوي، ذبيناها ونحركها عمود لا تلزق ناس على ناس. زين النفخت هي، بس القدرية شوية صغيرة. خليت نوم بصرة شوية بيها حموضة تصير طيبة. والله نفخت فد مرة صارت كلش كبيرة. السوب مالتها يجنن، بيها حموضة مال نوم بصرة ومال ليمون. كلش طيب. يسهمكم العافية حبايبي، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حبايب قلبي.